الله
من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حيرت نوره وبهر، فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يكتب في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف. وإن كانت الرسل لا تبع بأشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأننا نعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن الزاد إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في القول مشهورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعب التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتراحان برب ذلك النعيم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى قوم يقول معرضة في الأكابر مما سبل والله وصفاتها كالعبد المحبوب الكامل والجمال الذي أحسن الشمائل وعلى بكل رائع إلى من شر هذا الحبيب في الأخبار والوفاء شره كتبت القرآن الأطراف ودخلتنا في حدائق الأسماء والأبصار وأغلقنا الحديث المشروع أن أول شيء خلقه الله هو النور المشرق في هذه الصورة ونور هذا الحبيب الله قاس بالعالم ومنه تبرع الوجود خلقا على خلقه بما حدث وما قال وقال عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء اسم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بنوره. وقال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أولى النبيين في الخلق وناطقهم في البعث، وقال على كل رواية ذكر أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة البدية لها ملاحظة خفية اختصت من جاءت من البرية بكمال الخصوصية واستودعتها للضرر المبين أصلها وفضل من شرف في العالمين، فنقلها النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أصل في العلم القديم إلى مخصص التكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب القدر العظيم وأمه التي هي في المطر في آمنة السيدة الكريمة الآمنة فلقاها عبد الله فلقاه إلى صدقت عشاؤها بعبد الله معه على حقها أن يكون وصلتها وحملت بالعين ذلك
على آلهة عالم الله المطلق وتستشرق فيها سائر الصميم الله